اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. فيديو جديد ومخلل من مخللات رمضان الأساسية معانا على سفرة رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة الجزر بطريقة حلوة وسهلة جدا، وان شاء الله الفيديو يعجبكم ويكون دايما عند حسن ظنكم. معانا هنا بقى تقريبا كانوا 3 كيلو جزر. حطيناهم بقى كده وغسلناهم غسلة محترمة، علشان طبعا لو فيها اي تراب او طينة او رملة اي حاجة طبعا لازم نغسله كويس جدا، لان ده هيتخلل وهناكل منه عشان خاطر ما يبقى نضيف وجميل زي قلوبكم الجميلة كده. بشكر الناس الجديدة اللي داخلة معايا القناة، اللي اشتركت معايا ونورتني، بشكركم، نورتوني وشرفتوني. وبشكر المتابعين الجمال اللي معايا على طول، وعمو محمد طبعا اللي منورني على راسي. يا عمو محمد دايما كده داعمني ودايما مشجعني، ربنا يبارك لنا فيك يا رب ويحفظك ويخليك لينا. وطبعا بشكر الكل عشان ما ننساش حد. هنغسلها بقى غسله حلوه قوي وارجع لكم تاني علشان ما اطولش عليكم الفيديو، يا رب ما يطولش. هنا بقى كده غسلناه، نبتدي بقى نقشره. بصراحه يعني في ناس ما بتقشروش، هو يعني بيقولوا مخلل عادي من غير تقشير، بس انا بصراحه بحبه متقشر يعني بيبقى احلى. وبرده لو في اي اتربه او اي حاجه ما طلعتش، لا بتبقى طلعت خلاص بقى، انا شلت القشره الخارجيه علشان ابقى مطمنه. وبصراحه ما شاء الله يعني هو اتاكل نصه قبل ما يتخلل، كان مسكر وكان جميل جدا سبحان الله. اول مره الاقي الجزر كله مسكر، يعني اي واحده بقطعها كده ادوقها الاقيها سبحان الله مسكره قوي. حتى زودت له الملح شويه علشان خاطر ان هو مسكر يعني. هنبتدي بقى نقشره التقشير دوت كده زي ما انتم شايفين القشاره بتاعتنا، وننزل كده تقشير كله علشان ناخد شكل حلو ونظافه اكتر لولادنا. متنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، والناس اللي ما اشتركتش معايا في القناة تنزل تشترك كده وتنورني وتدوس على الزرار الاحمر علامة الاشتراك وتفعل الكل علشان خاطر يوصل لكم كل جديد مني اول باول. هنا كده كنت قشرت يعني كمية كده قشرتها، وبعد كده قطعت جزء منها طبعا بالقطاعة بقى المشرشرة، طبعا المتاح بسكينة عادي، كل حاجة شغالة. انا بحب بس يعني اعمل تشكيلة كده يعني عادي، لا انا هاكل دلوقتي. طبعا الحجم دوت لو انت عايزاه حجم صغير عايزاه حجم طويل زي ما تحبي. انا عملت على كذا تقطيع. طبعا ما كانتش اسهل حاجة، انا بقيت اقطع الجزراية نصين ايوه كده، واقطعها نصين تاني ايوه، كل ده عشان اجيب التقطيعات كلها مشرشرة. بس كان حلو والله، يعني كان حلو في الاكل بصراحة ما شاء الله. كان يعني كل اللي كان رايح واللي جاي كان بياكل معايا الجزر، ما كانش بيقطع معايا الجزر. بألف هنا وشفا الكل اللي كان منه، وبألف هنا وشفا الكل اللي هياكل منه ان شاء الله. ورمضان كريم يا رب عليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين يا رب، اللهم أمين. هو كان كده مش تخين قوي ومش رفيع قوي، طبعا حبيت يعني حاولت على قد ما اقدر ان هو كله يبقى في سوا واحد علشان خاطر ما ي... ما تبقاش حتة اتخللت او حتة تتهري وتبقى حتة مستوية وحتة لا او كده. طبعا الجزرية جامدة بقى، الجزر كان طازة وكان جامد جدا، كان عامل معايا شغل جامد. بس حاولت يعني برضو اقطع معاكم كده شوية علشان خاطر اوريها لكم. اي تقطيعة اي حاجة اسهل ليكي اعمليها، هو بس عشان خاطر ياخد شكل الجزر المتقطع كده المشرشر، عشان خاطر بصوا شفتوني وانا باكل كان طعمه حلو. هاكل تاني دلوقتي.
هكمل بقى بقية الكمية بنفس المنظر دوت كده وارجع لكم على طول. غمضوا وفتحوا هتلاقوني قدامكم اهو. شفتوا رجعتوا بسرعة ازاي؟ قطعت كده الكمية كلها، حطيتها بقى في طبق كبير كده. يعني حاولت على قد ما اقدر ان هي ما تبقاش حتة تخينة وحتة رفيعة، يعني على قد ما اقدر طبعا، لان الجزرية بتبقى ناشفة والتقطيع بيبقى رخم شوية. هنبتدي بقى نحط عليه الحاجة بتاعتنا. هنا كده كنت ضاربة كم قرن فلفل حامي كده، 4 قرون تقريبا او 5. ضربتهم في الشفشق بتاع الخلاط ضرب ناعم شوية، بس طلعت فيه قطعة هي ما دابتش. الخلاط ما ضربهاش ضربا مبرحا. هنبتدي نقلبهم بقى تقليبة حلوة كده عشان خاطر الفلفل يجي اهو. شفتوا في حتة ما اتضربتش ازاي؟ ابو هيمة ضربا مبرحا صح. هنقطعها عادي يعني. هنقلبهم بقى كده وبعد كده نجيب الحاجة. طبعا وانا بقطع الجزر كده حطيت مية على البوتاجاز تغلي وسبتها تبرد، وطبعا قطعت الجزر وركنته لحد ما المية بردت خالص. بصوا اهي انا غليتها في حلة صاج تمام. وسبتها بردت خالص خالص علشان خاطر هي دي اللي انا هملح بيها الجزر تمام. اهم حاجة ان هي تبقى مية مغلية وباردة يعني، او مية من الفلتر. لو عندك مية من الفلتر تبقى مية نظيفة يعني، علشان خاطر تحافظ على الجزر بتاعنا وما يريمش، ما يعملش ريم كده ابيض فوق الوش، ويبقى حلو معاكي ويبقى طعمه كمان حلو. ملكوش دعوه بالارضيه بتاعه الحله، ده هي كان فيها اكل، كنت بعمل فيها اكل واتحرق مني شويه عادي يعني، مفيش مشكله. كلوه ما قالوليش لا عادي، فضيته في حله تانية والقعريه اتغسلت تمام. هنحط بقى 3 4 5، مصوره من بدري ونسيت، 6 7 8 9. انا هزهق من الكيس وبعد كده هفضيه. تقريبا لكل كيلو، هما 3 كيلو زي ما احنا قلنا. لكل كيلو المفروض لكل كيلو لو الجزر مش مسكر، لكل كيلو 3 معالق. يعني لكل كيلو جزر بنحط 3 معالق ملح تمام. انا زودت معلقتين تاني وبعد كده رجعت زودت معلقه تانية، يعني تقريبا لكل كيلو 4 معالق ملح كبار مليانين. لو عندك ملح خشن عايزه تملحي بملح خشن برضو براحتك. انا ده اللي كان متاح عندي، فانا بصراحه ما بوقفش نفسي على حاجه، انا بشتغل باي حاجه موجوده عندي بشتغل بيها. وطبعا معانا الخل. طبعا هنحط كوبايه خل على الملح هو الجزر. طبعا الفلفل الحامي دوت او الفلفل الاحمر ده انا بحطه، ده برضو اختياري، مش شرط ان انت تحطيه. يعني انا حاطاه على الجزر اختياري، حابه ان انت تحطيه بيدي لون برضو وبيدي طعم حلو قوي للجزر، بيبقى حلو. كوبايه خل اهي حطيناها على الميه اللي احنا هنحطها، اللي هي المية المحلول بتاعة الجزر تمام. المية دي هتاخدها بالظبط، يعني هتاخد كمية الجزر اللي معايا بالظبط. انا كنت متخيلة ان هما هيتحطوا في برطمان واحد، لا ما خدتش برطمان واحد، اخدت معايا برطمان ونص برطمان تاني. فالمية يا دوبك كانت جاية على قد بالظبط. هتشوفوا معايا دلوقتي برطمان معانا بقى مغسول ومتعقم وزي الفل، غسلاه بمية سخنة جدا. وبرضو قبل ما احط فيه الجزر شطفته تاني بميه دافيه علشان خاطر اتاكد. انا كنت غسلاه قبليها بيوم ومصفياه كده، وبرضو قبل ما احط فيه الجزر شطفته بميه تاني. انا بوسوس شويه في حته النظافه بتاعه الحاجه اللي انا بتاعه الاكل بالذات، علشان انا بحبها تبقى نظيفه زياده عن اللزوم. معانا هنا بقى فلفل حامي، هنحط منه بقى كده في قلب الجزر علشان خاطر برضو الفلفل المخلل بيدي برضو طعم حلو. هنشقها من نص شقه صغيره كده بس عشان تتخلي معانا، مش هنعمل اي حاجة اكتر من كده. وهنحط بقى كام قرن فلفل. بعد ما حطيت شوية كده دقته لقيته مش حامي قوي بصراحة، فما كترتش فما حطيتش تاني، يعني حطيت دول بس كده وكملت الجزر فوقيهم وما حطيتش تاني علشان ما كانش حراق قوي.
وهنكمل بقى بقية الجزر معانا وهنحطه كله كده زي ما انتم شايفين. وهنتك عليه طبعا عشان خاطر الجزر يبقى على يعني نتك عليه كويس قوي عشان خاطر الجزر ما يبقاش فيه فوارغ كتيرة ويتهري مننا. هنبتدي بقى كده نحط المية بتاعتنا، المحلول بتاعنا. طبعا البطرمان ده كده اتملى، لسه معانا جزر تاني هنكمله زي ما قلت لكم في بطرمان تاني علشان خاطر الكمية كلها. هنا كده ملينا البطرمان بتاعنا، ودوت اللي اتفضل زي ما قلت لكم هفضيه بطرمان تاني ودوت. وهنقفل، اهم حاجة نقفل البطرمان كويس جدا ونغطيه. نبصوا من التكة كده على الجزر ان المية مغطية الوش تمام. بعد ما اقفله كده هحس طبعا البطرمان التاني اللي انا هحطه فيه هيبقى ناقص شوية، فهاخد من فوق الوش من هنا شوية احطهم برضو في التاني، بحيث ان انا عايزة المية تبقى مغطية الجزر خالص، مش عايزة اي حاجة من الجزر باينة. وهنا كده كنت خلصت بقى اهو الجزر بتاعنا، فضيناه في البطرمانات بتاعته والدنيا كانت تمام. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب لموعد كوكي، وانتظروني في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.